السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القلب للقلب، كلمة تهدي، دعوة تداوي، ورسالة توصلك للنور، مع بعض في طريق الإيمان والحب والتربية الصالحة. أهلا بيكي في رحلتنا الروحية. في لحظة كده بتعدي علينا كلنا، بتحس فيها إنك بعيد، مخنوق، تعبان، وبتقول هو ربنا بيرضى عني؟ بس قبل ما نجاوب أنا عايزاكم تفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الغفور التواب، مش منتظر منك الكمال، بس مستنيك ترجع. الإنسان بيتعب وده طبيعي، كلنا بنغلط ومفيش حد ما بيقصرش، واللي يقول غير كده مش بيقول الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني مش العيب إنك تغلط. هحكي لكم قصة بسيطة كده عن واحدة كانت بتصلي وملتزمة، وبعدين سابت الصلاة شهور. لما قررت ترجع، الشيطان قال لها: انت وشك ازاي يقف قدام ربنا؟ بس هي وقفت وصلت وبكت، وقالت بعدها: انا كنت خايفة ابوس الارض، بس كنت خايفة من رد فعل ربنا. لما وقفت حسيته بيحضني. والله رحمة ربنا اوسع من ذنوبك. ربنا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شفت؟ مش بس غلطت، ده كمان أسرفت، يعني عديت كل الحدود، ومع كده ربنا بيقولك ما تيأسش، أنا لسه فاتح لك الباب. هقولك على حاجة، هو لو ربنا مش هيغفر ليه بينزل الآية دي في القرآن؟ ولو مفيش أمل ليه هيسمي نفسه الغفار؟ ليه بنحس باليأس؟ أوقات الإحساس بالذنب مش غلط، هو من علامات حياة القلب، بس لو طول بيتحول من توبة ليأس، وده أخطر من الذنب نفسه. الشيطان بيجي يقولك انت ضيعت فرص كتير، ربنا هيقبلك بعد كل ده؟ انت بقى تعمل ايه؟ ترد عليه تقوله: انا عندي رب اسمه التواب يرجعني بعد كل مرة. ازاي نرجع لربنا؟ توب بصدق حتى لو وقعت تاني، قول من قلبك: يا رب أنا ضعيف، بس أنا بحاول أرجع، ده كفاية جدا. صلي ركعتين توبة مهما حصل. غير بيئتك، ابعد عن اللي يبعدك وقرب من اللي يقويك. افتح مصحفك حتى لو آية واحدة، بس القرآن بيلم القلب، بيحضنه وبيصلحه. احكي لكم قصة صغيرة كده عن واحدة وهي على سرير المستشفى. كانت بتقول: يا رب أنا ما صليتش سنين، بس أنا عايزاك، والله والله العظيم عايزاك. بتقول بعدها إنها حست إن كل اللي في قلبها انكسر، وبعد الشفا رجعت لربنا وبقت تصلي. الرسالة من القصة دي أو الغرض منها إيه؟ إن ربنا بيحب الكاسرين اللي بيرجعوا له، وبيحب اللي بيروح له حتى وهو مجروح. والله عمري ما كان فيه قلب صادق بيرجع إلا وربنا يطبطب عليه. اوعى اوعى تيأس من رحمة ربنا، اوعى تيأس او اوعى تخلي الشيطان يخطفك من ربنا. التوبة والله يا جماعة باب مفتوح، دايما مفتوح، حتى لو كنت في آخر الدنيا ارجع وربنا مستنيك. لو الكلمة دي لمست قلبك شاركيها مع كل اللي بتحبيهم، يمكن نكون سبب في هداية، سكينة أو تغيير شخص. ولو لسه عندك سؤال أو أي حاجة نحكي عنها اكتبيلي في التعليقات، أنا هنا ليكي دايما. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك عشان نكمل سوا رحلتنا دي بإذن الله. كوني نور حتى في زمن العتمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.